استكمالا للعمل المسرحي للصف السادس الابتدائي كان بعنوان حكاية شعب، سوف نقوم بعمل جولة تاريخية تحت عنوان مصر أيام زمان. هناخدكم بجولة في عصر الدولة القديمة مع مدرستنا ميت الرخا رقم 1 ونتجول في العصور القديمة. تعالى العصور ايه؟ هيدفع ايه؟ عصر ايه وايه؟ عصر ايه براحتك. عصر قديم. اسمها عصر حديث ايه؟ اللي انت حافظه ايه؟ استنى. عصر قديم، دولة قديمة، ضعف أول، دولة وسطى، ضعف تاني، دولة حديثة، عصر متأخر. دي العصور التاريخية اللي مرت بها مصر قدما الآن. نتجول إلى محور آخر وعامل خريطة المصري. تمام. نيجي بقى على المحور. تعالى تقول لنا إيه؟ الدلتا. ما هي الدلتا قديما؟ الدلتا عبارة عن رواسب بيضاوية تكونت عند منسوب نهر النيل، والدلتا على شكل مثلث تضم أكثر من 50.5 من مساحة الأراضي الزراعية. تمام، شكرا. نيجي بقى على النباتات الطبيعية في مصرنا القديمة. تتميز النباتات الطبيعية بأنها من النوع الذي يتحمل الجفاف والحرارة المرتفعة، ولها جذور طويلة تصل إلى المياه الجوفية مثل الصبار والتين الشوكي والخروع والنخيل. النباتات دي كانت لها يا اولاد طبيعه خاصه في مصر قديما من حيث الادويه والاعشاب. ننتقل الى محور اخر وهو المحميات الطبيعيه. المحميات الطبيعية هي مساحة من الطبيعة تضم مجموعات من النباتات والحيوانات التي مهددة بالانقراض. تمام. وعندنا محمية لبق في البحر الأحمر. ننتقل إلى الموقع الجغرافي لمصر. اتفضل. الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء، ويحد من شمال مصر البحر المتوسط، ومن جنوبها دولة السودان، ومن غربها دولة ليبيا، ومن شرقها البحر المتوسط، ومن شمالها الشرقي دولة فلسطين. تمام. نيجي بقى على ملوك مصر قديما، والملك تحتمس الثالث هيتحدث عن نفسه وفترة حكمه. الملك تحتمس الثالث هو أحد ملوك الأسرة ال18، وحكم مصر وهو صغير السن، وانتصر على أمير قادش في معركة مجده، وحرر بلاد الشام. وصلت انتصاراته إلى بلاد النوبة جنوبا. لم تقتصر إنجازاته بل قام بالإنجازات العمرانية مثل بناء المسلات الضخمة والمعابد. هو بداية الحضارة المصرية القديمة الملك تحتمس الثالث. ننتقل إلى محور آخر وهو المياه العذبة والمالحة في مصرنا القديمة. المياه المالحة تبلغ نسبتها نحو 96.5% من العالم، وتتمثل البحار والمحيطات. والمياه العذبة تبلغ نسبتها نحو 3.5% في العالم، وتتمثل الأنهار والبحيرات العذبة. كان يا أولاد في مصر قديما بيقدسوا نهر النيل ويحافظوا عليه جديد. تيجي بقى على رسالة من الماضي وهي بردية هرس. هنتكلم عليها ندى. اتفضلي. بردية هرس هي بردية تاريخية في عصر من حطب الأول، وتستخدم في صناعة العطور، صمت، خلو، علو الزيتون، وبها جميع الأدوية القديمة. تمام. نيجي بقى دي بردية هرس يا ولاد، زي استشارة طبية كده زمان كانوا بيعملوها في علاج بعض الأمراض. تمام كده. نيجي بقى على ملك آخر من ملوك مصر القديمة، الملك مينا. أعمال الملك مينا: لبس التاج المزدوج، وسجل الوسط الأولى لمصر، وسجل انتصاراته على لوح النهارمة. شكرا. نيجي بقى على المملكتين. مصر كانت مملكتين قبل التوحيد اعزائي الطلبه والطالبات. اتفضلوا تقول لنا ايه؟ مملكة الشمال التي ضمت اقاليم الوجه البحري، ومملكة الجنوب التي ضمت اقاليم الوجه القبلي. نجحت مملكة الشمال في توحيد مصر تحت حكمها عام 4242. تمام. دي اول وحده في التاريخ اعزائي الطلبه والطالبات. نيجي بقى على موقع هام وهو الموقع الفلكي. اتفضلي. الموقع الفلكي الموقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. تمام. نيجي بقى على تعريف خطوط الطول ودوائر العرض. خطوط الطول هي الدوائر الرئيسية تصل بين القطبين الشمال والجنوب، وتعد خط جرينتش هو خط الطول
الرئيسي ودرجته صفر وينقسم إلى نصفين متساويين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. شكرا. نيجي يا أولاد على في ظل التغيرات المناخية قديما ظهرت رياح الخماسين. أضرار رياح الخماسين. رياح الخماسين هي تضر الجهاز التنفسي مثل مرض الملاريا وتلف المحاصيل شهر ابريل ومارس. نيجي بقى نختتم جولتنا التاريخيه في عصر مصر قديما على النباتات الطبيعيه والحيوانات البريه. النباتات الطبيعية في مصر مثل البوص والكافور والجميز والحلفة. الحيوانات البرية في مصر مثل الجمال واليرابيع والثعالب والتي تتحمل الجوع والعطش. تمام. بعد ختمنا يا جماعه الجوله التاريخيه في مصر قديما يجب ان نحترم تاريخنا، فمن ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل. وشكرا لاستماعكم.